نوع من التململ ربما في هذا السياق. نقدر نمشي بعيد من الجانب يعني النفسي والجانب الاجتماعي. حنا مثلا كنشجعوا فروق اجنبيه، يعني كنضيعوا ذاك الحس الانتماء ديالنا في فروق اجنبيه. يعني مثلا الا كنا كنشجعوا مثلا البارسا مثلا كما كنشجعوا البارسا غنشجعوا مثلا فروق مغربيه، كنزيدوا حس الانتماء ديالنا، كنزيدوا واحد الحاجه غريزيه ديالنا للانتماء ديالنا. عوض نقول انا البارسا غلبات غنقول لا المغرب غلب. والفرق هنا الكبير هو انني انا ممكن ندير الاسقاط الشخصي ديالي انا على الفروق المغربيه، ما نقدرش ندير الاسقاط النفسي ديالي على ميسي ولا على شي واحد اخر. يعني انا كشخص كنشوف هناك مثلا فرق ربما استاذي يشو، يعني لما نتفرجوا مثلا في البارسا او باريس سان جيرمان او غيرها فمن باب المتعه فقط، ما كنشوفش راسي فيهم. نعم انا غير قابل انني ندير الاسقاط ديال النجاحات ديال ميسي على النجاحات الشخصيه ديالي. ولكن ملي كنشوف اناحي ولا كنشوف نصيري ولا كنشوف واحد المغربي اللي كنت تلاقيته في السوق ولا يقدر ممكن نتلاقاه في السوق، كنشوف راسي كنشوف الامكانيه ديال انا واحد النهار حتى انا غادي نوصل. وهذا هو المشكل والخطير. يجب الاستثمار في الدوري المغربي، لان هذاك الدوري هو الوحيد. الصعيد التنموي كله. نختم بك سي يشو، تعطينا خلاصة وعصارة الحديث. خلاصة إلا بغينا نستثمروا هذا الفوز وهذا النجاح خاصنا نفهموا اولا التاثير الضخم على المجتمع اللي دار. عندما كنشوف واحد الناس ما كيفهموش في كره، مواتنا وجداتنا ما كيفهموش في كره وفرحانين لان المغرب غلب، ما عارف شكون هو الفريق المغربي والفريق الخصم وفرحانه. وما يمكنش اننا نقولوا باللي هي فرحانه اقل من واحد مدرب ولا واحد فاهم كره. يعني هذا التاثير على المجتمع هو تاثير ضخم وخاصو يتعطاه الوقت باش نفهموا التاثير ديال الكره على المجتمع وكيفاش ممكن نستثمروها، لا من الجانب النفسي لا من الجانب الاقتصادي لا من الجانب السياسي. يعني هاد خاصنا نشوفوا كره بمنطق مهني. انتم باحثين خاصكم ديروا هذه الخدمه هذه، انتم باحثين ومن منطق الايجابيه والانخراط الفعال. طبعا يجب ان تبداوا في هذا الورش الكبير واللحظه تقتضي ذلك سي بن يشو. نعم بطبيعه الحال. بديتوا ولا مازال؟ نعم هذا الشيء علاش حنا هنا، ولكن في الحقيقه محتاج مجهود كبير. اول تجربه كنشوفوا هذه الظاهره ديال الفرح العارم، فملي كتشوف مغربي خلص مال جيبو ودوير الزمان باش يمشي لقطر، فهنا كطرح اسئله سوسيولوجيه نفسيه مهمه بزاف. خاصنا نشوفوا كره من جانب براغماتيكي، من جانب انها مهني اقتصادي وبراغماتيكي، ماشي فقط هوايه. فتنا مرحله الهوايه، حنا في المربع الذهبي دابا ما بقيناش كنهضروا على الهواة. شكرا لك ضيفنا الكريم سي شو، الاستاذ حسن مؤمن شكرا جزيلا. استاذ أجدو اشكرك كثيرا. سي لطفي مرحبا وشكرا جزيلا. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، شكرا مشاهدينا في كل مكان. تابعتم معنا هذه الحلقه من برنامجكم بكل هدوء، النقاش الأعمق والتحليل الأدق. طاب مساؤكم.